مصر للإنتاج والتوزيع تقدم الجعان ما يشبعوش فدان فلوس، حتى لو طلع له مارد من الفانوس. عبد عند القرش وعادي ما بينكرش، من جوه دب سعران ومن برا طاووس. ياللي حاسب حسبتك أرقام، بعت نفسك والجنيه على كام، قبل ما تكر عالبشر وتدوس. الجعان ما يشبعوش فدان فلوس. كسبوك ايه بالحرام، دول خسروك. والغنى مش باللي محطوط في البنوك. دي الفلوس يا طرشي قلنا ما بتسترش، والحياة قدامنا مليانة بدروس. ياللي حاسب حسبتك أرقام، بعت نفسك والجنيه على كام، قبل ما تكور عالبشر وتدوس. والجعان ما يشبعوش فدان فلوس. كل يا جودي. شبعت. بالهنا والشفا. تمسك هواك. كفاية. كل شكلك خاسس الايام دي. مروة، يوسف ابن عمك ماله؟ كلمني النهارده وعاوز يطلب ايدك. الكلام ده حصل امتى؟ بقول لك النهارده كلمني في المستشفى. ايه؟ ساكته ليه؟ مش عارفه اقول لك ايه. يعني مكسوفه، زعلانه، فرحانه، ولا ايه حكايتك بالظبط؟ ايه يا ايهاب، ما انت عارف ان المواقف دي بتبقى محرجه للبنات. عموما احنا هنروح الاسماعيليه بكره ان شاء الله، وهنقول للبابا ونشوف رايه ايه. اوكي. انتوا هتباتوا هناك؟ لا، هنرجع على طول. طب يلا كويس، اهي فرصه اروح عند بابي والعيال برضو يشوفوا جدهم وجدتهم. فاطمه، انت بقالك 3-4 مرات ما جيتيش معايا. ما بصراحه الناموس والدبان هناك فظاع. تعالي على نفسك المره دي. حاضر. مروه، لو تتكلمي مع يوسف بلاش الايام دي لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل. ممكن؟ اوكي.
انت حكيتي له حاجه؟ حاجه عن ايه يعني؟ هيكون عن ايه يعني؟ عن يوسف. حكيتي له حاجه عن اللي حصلت؟ لا طبعا يا بنتي، انت اتجننتي ولا ايه؟ يا ماما، طب ليه ما قلتليش وانا اجي اجيبك؟ ليه؟ هو انا اتشليت يا ولد؟ الشر عنك. انا رجلي بتوجعني عشان وقعت عليها وانا بلعب الكوره. ايوه كده اضحك. انا قلت اقعد معاك شويه بدل ما انت قاعد لوحدك. ايه بقى؟ ايه بقى ايه يا ماما؟ قريت الرساله ولا لسه؟ انت قلت هخطب مروه من هنا وربنا وسعها عليك من هنا، ولا ايه؟ اللي بتفكر فيه ده مش كويس يا يوسف. ما بقتش عارف وانا دايما حظي كده ولا ايه؟ خالد كان قايل هيجي على العصر وعلى حظي انا اتاخر. الرساله في كده يا ابني، ان خالد يتاخر واخوها يجي الاول. حتى لو معاك مال قارون برضو البت دي ما تنفعكش. سيب كل حاجه على ربنا يا ماما، يحلها من عنده. اهو كده، اغضب المقسوم يا حبيبي، سيبها على ربنا. السلام عليكم يا طنط. وعليكم السلام ورحمه الله. فين خلود وضحى والباقيين؟ كل واحده في بيتها. دي الحاجات دي ده خزين للبيت، ودي شويه لحمه بتلو عايزين يتحطوا بس في الفريزر قبل ما يضربوا، وده كباب وكفته وطرب. كلميهم بقى بسرعه، خليهم ينزلوا عشان ناكلهم مع بعض. وجبت فلوس الحاجات دي كلها منين؟ مكافاه. مكافاه ايه؟ ده النهارده الجمعه. المكافاه جايه، فلما عرفت بقى ان المكافاه جايه فقلت اما اصرف ما في الجيب عشان ياتيني ما في الغيب. يلا يلا كلميهم. ايوه يا ضحى، انزلي انت واخواتك بسرعه عشان تاكلوا كباب وكفته وطرب بسرعه. دوقي وصايم. حلو قوي. جالي من ايه مكانك؟ كنت مستنياك. بس نمت غصب عني. طب قومي يلا خشي نامي جوه. انا اسفه. اسفه؟ ما هو ده اللي انا باخده منك، تقعدي تتجنني وتعملي لي الليله وبعد كده ترجعي تقولي لي انا اسفه. متبقاش رخم بقى. طب حط نفسك مكاني، لو دخلت لقيتني قاعده مع حد انت اصلا ما بتحبوش ومش طايقه، هتبقى مبسوط؟ انا اصلا ما بحبش رانيا دي وانت عارف. طب طز في رانيا وابو رانيا واللي جابوا رانيا واللي عاوزين يشتغلوا مع رانيا، طز في ابو اللي يزعلك يا شيخه. انت شارف حاجه يا عمر؟ بقول لك ايه، مامتك تبقى صاحيه دلوقتي؟ اشمعنى؟ قومي كلميها فورا، خليها تيجي تقعد مع العيال، وقومي البسي وتعالي نسهر في احلى حته انت تختاريها. انت بتتكلم جد؟ طبعا بتكلم بجد. هكلم ماما بقى. هتعشيني ايه؟ راجعة من عند منيرة وجعانة ازاي يعني؟ طب تصور بقى ما اكلتش هناك. أكلك اللي نفسك فيه، بس قولي لي يعني خالك انا عاوزكوا فين؟ وعايزاك كمان تقول لعمي يصرف نظر عن موضوع القرض اللي بيطلبه عشاني. تاني يا حنان هيرجع لموضوع السفر ده؟ لا ما فيش سفر، ما تقلقش.
امال ايه؟ في ايه يعني؟ ورثتي مثلا ولا ايه؟ انت بتقول فيها فعلا ورثت. بجد؟ خالد جاب لنا مشتري الارض اسماعيليه. ده بجد ده؟ ياه. بجد بقى. ياه. انا استغربت زيك كده بالظبط. طب قولي لي بقى، نصيبك في الارض دي ممكن يغطي 300,000 جنيه بتوع خالد؟ غالبا. غالبا. لا اذا كان كده بقى يبقى تاكلي ايه؟ شوح لي رنجه. انت لسه متحسر برضو؟ شاكر وهيلها في 10%. ولاد صفية هيغرقوا في 90%. طب أنا بقى خدت إيه؟ أخدت إنك لما تحط راسك على المخدة تبقى مرتاح، لا نصبت على حد ولا كلت حق حد. فضل ونعمة. مش واكلة معاك دي ها؟ أكدب عليك يا شريفة، ده أنا هتنقط، هتجنن. أنا بلساني ده فرطت في يجي 100 مليون. انت عملت الصح، عشان كده أنا هكافئك وأعمل لك هدية. هدية إيه؟ مش فاهم. هطلع لك شهر. اللي اتمضى ده مجرد عقد ابتدائي. العقد النهائي هتستلموه مع تخصيص الحكومة للأرض، وساعتها بقى إن شاء الله هتقدروا تاخدوا الفلوس بتاعتكم كلها، مخصوم منهم نسبة 10% بتاعتي. وطبعا ده شيء عادي بالنسبة لاسمي واسم مكتبي، حاجة عادية جدا يعني. صح ولا ايه؟ بس انت مش شايف يا متر ان نسبة 10% دي كتير شوية على الموضوع ده؟ الصفقات الكبيرة نسبتها بتبقى كبيرة، بس أنا هعذركم
عشان عمركم ما اتعاملتوا بالارقام المخيفه دي. طب ولا قدر الله يعني قرار التخصيص ده ما طلعش، ما بتحصل يعني ساعتها بقى الحكومه ممكن ترجع في كلامها عادي ولا ايه بقى؟ ترجع في كلامها ايه بس يا عم كمال؟ هي الحكومه هتعيل؟ وبعدين يا كمال ارجوك ارحمني، افرح شويه، بطل تنبر في كل حاجه كده. لا ما هي بتحصل من غير نبر ولا حاجه، ما هي بتحصل. ساعتها بقى لو حصلت هنعمل ايه بقى؟ العربون ده بقى هيرجع ولا هنعمل ايه بقى؟ نرجعه فين؟ ساعتها بقى تبقى خناقه بين المستثمرين والحكومه، احنا ملناش دعوه. برافو، عندك حق. ال5% اللي انتوا خدتوها دي حقكم، والشيكات دي هتقدروا تصرفوها من بكره الصبح. المبلغ ده بالنسبه للمستثمرين ولا اي حاجه، في سبيل انهم يضمنوا الارض. بقول لك يا حاج، خير يا حاجه؟ هو انا ينفع احط الشيك ده في البوسطه؟ يا حاجه 1,400,000 جنيه تحطيهم في البوسطه ليه؟ ما تحطيهم في البنك احسن. لا، اصل انا ليا حساب في البوسطه فيها 2757 جنيه، فاحط الشيك ده معاهم اهو كلهم يبقوا في مكان واحد. ونس يعني. ونس. بصت ايه يا منير؟ بصت ايه؟ اقول لك على حاجه، انت احسن حاجه تحطي الفلوس في الصندره. عيب كده. والله. ولا في حاجه تانية احلى؟ بصي هو بيبقى فيه زخنوق كده تحت الحوض، انت تجيبي الفلوس وتلفيهم في كيس بلاستيك وتتفسيهم في الزخنوق. هتشليني يا منيره. وانت يا دالي مالكيش نفس تتريقي على اختك؟ طيب خلاص مش وقت الكلام ده. طب حضرتك تعرف امتى ممكن يبقى بالظبط ميعاد التخصيص دوت؟ في الحقيقه مش عايز اعشمكم باي وقت. الحكومه بتاخد وقت طويل قوي في اتخاذ القرارات اللي شبه كده، بس تقدر تقول ان احنا بنتكلم في بحر شهرين مش اكتر. اخوانا الشيكات اللي معاكوا دي ملايين وملايين كتير قوي، اصرفوها بس الاول وبعدين ابقوا دوروا على اللي جاي. ربنا يحيينا ويحييكم. انت بتفكري ازاي؟ عايزه تتجوزي يوسف وصفيه تبقى حماتك؟ ده يا دريه، انت شايل الست على دماغك وزعق ليه؟ حرام عليك، الست سايبه البلد بقالها سنين. ما هتنط لي تاني وهنرجع للانزاحه والكبر. هو مفيش ستات اتعلمت غيرها؟ حرام عليك يا شيخه، الست لسه راجعه من الحج. حج راجعه الخضره الشريفه يعني؟ اللي بيروح الحج وقلبه اسود ومليان غل ولا 20 حجه بتنضفه بيتنوا زي ما هو. لا حول ولا قوه الا بالله. تهدي ياما، مش كده، اهدي. لا يا ابني. طب والله الست صفيه دي انا ما شفت منها الا كل خير. ست جدعه وحموله وبنت اصول. بيض، اكل ابنك بيض. ايوه بنت اصول، بنت اصول يا دريه. طب والله انا فاكر لما ابراهيم اخويا الله يرحمه جه يخطبها وقال لنا انه هيخطب واحده بنت واحد بالهيئه، انا خفت، قلت بقى ناس مش من طينتنا وناس مناخيرهم في السماء. ما هو حاكم موظفين الهيئه دول كانوا عايشين في احسن حته وولادهم في احسن مدارس وبيتكلموا لغات. لكن الشهاده لله لما شفتها لقيت واحده زينا مننا من طينتنا يعني، وعمرها ما حسست ابراهيم اخويا ولا حسستني ولا حسست حد في العيله انها اكبر مننا في المركز ولا في العلاء. انت بس اللي شايفاها كده. عشان انا بفهم في الناس وما باكلش من الاونطه. اي حد اشوفه كده اهو اعرف مكنونه. طيب نقطينا بسكاتك بقى. خلاص ياما، سيبنا بقى من موضوع صفيه ده خالص، خلينا دلوقتي في موضوع الجواز. مروه، انت دخلت الجامعه عشان تكملي دراستك مش كده؟ مش عشان بعد سنه تتجوزي وتقعدي في بيت جوزك. مين قال بقى اني لو جوزت يوسف هقعد ما اكملش جامعه؟ الله، ده انت موافقه بقى؟ لا يا بابا، يعني انا برد على ايهاب بس، لكن الكلمه ليك طبعا في الاول والاخر. ايه ده، انت بتتخانقي مع دبان وشك؟ ده مش دبان وش يا طنط، انتوا اللي ما بترشوش هنا. انت فاهمه غلط، احنا بنربي الدبان زي ما انتوا بتربوا الكلاب كده. شايفه الدبانه دي بوسي، وده دبان ذكر اسمه عنتر. يا بنتي عشان نقطع الدبان لازم نجرد الارض، ما ينفعش في عيشتنا، ما ينفعش. طمني يا بنتي، انا موضب لكم الاوضه ورشاشها وحاطط ناموسيه كمان على السرير، مع اني عارف ان انتوا عايزين تردوا مصر النهارده، لكن قلت يعني لو حبيتوا تريحوا ولا حاجه اوضتكم جاهزه. شكرا يا عمي. وانت يوسف ما قالكش حدد معاك ميعاد ولا حاجه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع بس، وبعدين قلنا ان هو هيحدد ميعاد وهيجيب اخواته ويجوا. يلا على بركه الله. طبعا اذنكم. ايه ده، كلتي؟ خلصت، انا عايزه اشم شويه هوا. ياما
هي بتحب المكان وبتحب تيجي هنا، بس المشكله في الدبان يما اللي انت بتقشيه دلوقتي. ايوه، ما انا موعوده بالانزاحه. حلو العسل. ايه يا فاطمه، مش قادر تستحملي ساعتين؟ انت مش اصريت ان انا اجي وديني جيت؟ بتعاقبيني يعني ولا ايه؟ انت ما سمعتش مامتك وهي بتتريق عليا ولا ايه؟ دبانه اسمها بوسي. اشمعنى انا لما باجي عندكم بستعمل 200 كلب اللي ابوك مربيهم يقعدوا بقى يتلزقوا فيا ويتمسحوا فيا، وانت عارفه كويس قوي ان انا ما بطيقش الكلاب، ومع ذلك ما بعملش اي حاجه عشان عيب ابين ان انا متضايق. ماشي يا ايهاب، شويه وهدخل. انا عارف يا فاطمه ان انت بتتصرفي على طبيعتك، لكن امي حساسه شويتين، بتترجم الحاجات دي انك بتتكبري علينا. انتوا الناس الاغنياء واحنا الفلاحين الغلابه. عقدة نقص يعني؟ عيب يا فاطمه، دي امي. طب احنا هنمشي امتى؟ لسه جايين يا فاطمه، بقى لنا ساعتين. يلا اتفضلي خشي، يلا خشي. بقى يوسف المغنواتي هو ده اللي عاجبك؟ مالهم المغنواتيه؟ ما انت طول النهار مشغله لنا الكاسيت وقرفانه بالاغاني. اسمه فلاشه. الكاسيت بقت حاجه قديمه يا حاج. الله. وبعدين ده لو مغني عليه اللضه كنا قلنا ماشي، ربنا فاتحها عليه. لكن ده مقشف وشحات، عليا النعمه، تلاقيه بياخد مصروفه من امه لحد دلوقتي. هو فين هو فين هو فين؟ اهو. وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ ده ملف المول بتاعك، ابقى بله بقى واشرب ميته، او لف بيه طعميه مثلا، او حطه في الزباله. رجع الملف مكانه يا شاكر. يرجعه ليه؟ المكتب بتاعي مليان ملفات، مش ناقص كراكيب، وطالما ضميرك مستريح يبقى تمام. امسك. المول هيتعمل يا شاكر يا دروان، وبقول خالد مخلوف قال. بأمارة ايه يا خالد يا مخلوف؟ وقعت على ساحر بيحول كوز البسطرمة لكوز دهب مثلا؟ لا يا خفيف، على الفلوس اللي لسه خارجه حالا من مكتبك، بس بالحلال. وبقى خلي لك انت بقى كوز البسطرمه. نورتني. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب. صدق الله العظيم. وركبت أول موجة في سكة الأموال، نروح لأول واحد. حلوه دي وحشتني. حبيبتي بيت قلبي يا ماما. ابوك يا ماما. ربنا يسعد ايامكم يا ابني، شكلكم كده توفقتوا. يا ماما جدا. يا ماما انا حاسه لحد دلوقتي كاني بحلم، مش مصدقه اللي حصل. ما تثبتي بقى يا داليا، احنا متلصمين بالعافيه. وتتلصموا ليه يا كعبه؟ تتلصموا ليه؟ استغربت يا منيره؟ لا ما ينفعش، الجيران يحسدونا. لا يا جماعه، ما هو لازم يبقى في حاجه، لازم نعمل اي حاجه. ده احنا من ساعه ما خرجنا من عند ام المحامي ده واحنا كاننا ميت لنا ميت، مش جاي لنا ملايين يا ولاد المندوب. يا عم عايزنا نعمل يعني نروح الديسكو يعني، انت كمان ما تهدى شويه. ديسكو؟ اوه كيمو، انت بتفكر يا كيمو؟ يا الديسكو عندنا. قوم يا والله ولا عايز.
بقينا اغنياء يا حبيبتي، بقينا اغنياء يا ماما. يا وش الخير انت، يا وش الخير. ربنا يخليكي لينا يا ماما. الله. بقينا اغنياء يا ماما. اللهم اجعله خير يا بنتي. السلام عليكم يا حس. ايوه يا باشمهندس، منور الدنيا يا غالي. عامل ايه يا حس؟ الحمد لله. ايه نويت تشدها اخيرا؟ لا شد ايه بقى؟ تعبت من كتر الشد خلاص. المفروض انا اللي اتشد ولا ايه؟ نعم. ما تاخدش في بالك. بقول لك ايه، انا عاوز ابيعها. تبيعها؟ تبيعها ازاي يعني؟ كده اهو عادي اهو. العربيه دي هتحتاج شغل كتير يا باشمهندس. ده عايزه ريداتير وكربيراتير واكسراتير، العفشه دي كلها عايزه تتغير. يا عم انا عاوز ابيعها خرده. تعمل لها كام كده على حالتها دي؟ لا اله الا الله. وحد لا يركب عربيات اليومين دول يا باشمهندس؟ هتخسر فيها جامد. يا عم انت مالك انت يا عم الحاج، اذا كنت اخسر ولا اكسب؟ الله، هركب عجل يا سيدي، هشتري توك توك، انت مالك انت؟ انا عايزك تخلص لي فيها ودلوقتي. دلوقتي؟ دلوقتي. عايزك تتمنها لي كده وتشوفها على حالتها كده تجيب كام بالظبط، ماشي؟ ويا سيدي استرزق منها، ما عنديش مانع، بس بقول لك ايه، ما تجيش عليا قوي، ها؟ في عيش وملح وعشره، ما تجيش قوي. بالامانه انا ما شفتش كده. مش انا واقف قدامك؟ يبقى اديك شفت. ايه يا عم حسام؟ تمنها لي بقى وخلص لي الفلوس ودلوقتي، ماشي؟ عبال ما اعمل تليفون. ايه يا توتو؟ ايه الاخبار؟ ايه الولاد ناموا ولا ايه؟ طب كويس قوي. بقول لك ايه، كلمي بقى ماما وخليها تيجي تقعد مع الولاد. ايوه يا ستي، عايزك انا بس في مشوار. عايزك بعد ساعه بالظبط تقابليني عند بتاع العصير اللي على اول الشارع. يا ستي انت ليكي اكل ولا بحلقه؟ الله ايه يا توتو، لما اشوفك هبقى احكي لك على كل حاجه. المهم بعد ساعه الاقيكي هناك. يا ستي كفايه رغي بقى عشان خاطري، كفايه رغي، التليفون هيفصل شحن. يلا بعد ساعه. يلا باي باي. باي. ها يا حس، نسمع الكلمه الحلوه بقى. مدام حنان اتفضلي. ازيك يا دكتورة حنان؟ الحمد لله يا دكتور، كله تمام. بقالك كتير غايبة، فينك؟ ما كانش فيه جديد. يعني هو لازم يكون في جديد عشان اشوفك؟ ايه الجديد طيب؟ تشتكي من ايه؟ الجديد ان انا هشيل اللوب. كمان ايه ده؟ في ايه يا وفاء؟ بوس ايدك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. كل بني ادم له طاقه، انا خلاص طاقتي خلصت. قومي يا وفاء، اقعدي اقعدي، عيب انت كبيره، قومي قومي اقعدي هنا. لا مش عيب، ده جوزي يا جميل. انا مش قادره، انا بتدمر، انا بروح. انا خايفه يوم تفتح عليا باب الشقه دي تلاقيني اتجننت. أرجوك يا جميل، أرجوك حس بيا شوية.
يعني يا ماما مش كنتي خرجتي معانا النهارده تهويتي ومشيتي رجليكي شويه؟ مش الدكتور قايل لك كده عشان صحتك؟ الدكتور قال لي اتمشى جوه البيت، لكن مشاوير بقى وتذنيبه ما عادش فيا حيل يا بنتي للكلام ده. ده انت لسه زي القمر، ربنا يخليكي لينا يا رب ويديكي الصحه وطولة العمر. بس انت مش عاجباني، شكلك متضايقه. في ايه؟ مالك؟ ده حتى يوسف اخويا لما اداكي الشيك رميتيه في الدرج كأنك بترمي وصل نور. ربنا يستر. لا لا، ده شكلك متضايقه وزعلانه بجد. الفلوس يا بنتي زي ما هي نعمة من عند ربنا، هي كمان اختبار، ابتلاء. والفلوس اللي هبطت علينا دي كتيرة قوي قوي، يعني الامتحان هيبقى صعب قوي. ما تخافيش يا ماما، انا اخواتي كويسين ومتربيين، يعني اللي هياخدوا الفلوس دي يصرفوها على مزاج حرام ولا هيمشوا بيها في سكة عوجة. بس المهم عايزين نفكرهم دايما يطلعوا حاجة للفقراء عشان دول البركة وعشان ربنا فعلا يبارك لنا. يا ريت الحكاية بسيطة قوي زي ما انت شايفاها كده. انت اصلك مش عارفة الفلوس بتعمل ايه. انت بتقلب كيان البني آدم، بتجمد قلبه، بتخلق غشاوة على عينيه. تفتكري الناس اللي كانوا بياكلوا عندنا يوم الجمعة دول هيفضلوا هم نفس الناس بعد الفلوس دي ما جت؟ انا هعمل سبيل ميه، وانت كمان يا ماما لازم تفكري تعملي حاجه. ان شاء الله ربنا مش هيفرقنا ابدا. يا رب. الجعان ما يشبعوش فدان فلوس، حتى لو طلع له مارد من الفانوس. عبد عند القرش وعادي ما بينكرش، من جوه دي بسعران ومن بره طاووس. ياللي حاسب حسبتك ارقام، والجنيه على كام قبل ما تكر على البشر وتدوس. الجعان ما يشبعوش فدان فلوس. بالحرام دول خسروك، والغنى مش باللي محطوط في البنوك. دي الفلوس يا طرشي قلنا ما بتسترش، والحياة قدامنا مليانة بدروس. ياللي حاسب حسبتك شبعوش فد